في عالم مليان وجوه مزيفة. في ناس شغلتها الوحيدة إنها تتحكم فيك، تتلاعب بيك ويمثلوا دور البريء. بس تعالى هنا، أنت مش ضحية، واوعى تكون لعبة في إيد حد. لو حسيت إن في حد بيحاول يستغلك ما تهاجموش. أيوة، ما توجهوش، لأنك لو واجهته هو كده فاهم إنك فاهمه، وساعتها هيبدأ يستخدم أسلحته بذكاء أكتر. إنما لما تسكت، لما تبتسم وهو بيفكر إنه مسيطر، لما تراقب بصمت، أنت هنا بتقلب قواعد اللعبة. المتلاعب بيكره الغموض، فخليك غامض، خليه يحتار، خلي ردودك مبهمة، تصرفاتك مش متوقعة، وخطواتك ما تتقراش. ساعتها هو اللي هيبدأ يشك في نفسه، هو اللي هيخاف يفقد السيطرة. وانت بتجمع معلومات وبتجهز لحظة واحدة بس، لحظة تقلب بيها الطاولة كلها. بس خليك فاكر، لما تكشف أوراقك لازم تكون ضربة واحدة قاضية، ضربة تخليه يندم على اليوم اللي فكر فيه إنه يتلاعب بيك. السؤال دلوقتي، هل عندك الصبر؟ هل عندك القوة؟ هل أنت مستعد تلعب اللعبة للنهاية؟ لو الإجابة أيوة، فأهلا بيك في لعبة السيطرة النفسية. بس خلي بالك، اللي بيهرب من المتلاعب دايما بيعيش حر، واللي بيكسب هو اللي بيتحكم في قواعد اللعبة.